نقاط ضعف النرجسي الخفي تشمل عدة جوانب يمكن أن تؤثر على سلوكياتهم وتفكيرهم بشكل سلبي، ومن هذه النقاط: أولا، الهشاشة العاطفية. النرجسي الخفي قد يكون هشاشا عاطفيا، حيث يتأثر بسهولة بالإهانات والانتقادات، ولكنه قد يظهر سطحيا وقويا. ثانيا، الحاجة الملحة للتأكيد. النرجسي الخفي يمكن أن يحتاج بشدة إلى التأكيدات العاطفية والثناء، ويكون متوترا عندما لا يحصل على هذه التأكيدات. ثالثا، الخوف من الفشل. على الرغم من التظاهر بتفوق والقوة، قد يكون النرجسي الخفي يعاني من الخوف الشديد من الفشل وعدم قدرته على المواجهة. أربعة، التعبئة المستمرة. يمكن أن يعاني النرجسي الخفي من التعبئة المستمرة لتأكيدات الذات والتقدير من الآخرين، وقد يكون متوترا عندما لا يحصل على هذه التأكيدات. خامسا، التفكير السلبي. قد يكون للنرجسي الخفي نظرة سلبية على الذات، ويمكن أن يعاني من قلة الثقة بالنفس والشك في قدراته. سادسا، التقلبات المزاجية. يمكن أن يظهر النرجسي الخفي تقلبات مزاجية وعصبية بسبب الضغوطات العاطفية الداخلية التي يعاني منها، على الرغم من التظاهر بالثبات العاطفي. سابعا، الانعزال الاجتماعي. قد يتجنب النرجسي الخفي الانخراط الاجتماعي والعلاقات العميقة، ويفضل الانفصال عن الآخرين كوسيلة لحماية الذات وتفادي المواجهات. هذه النقاط تعكس الضعف العاطفي والنفسي الذي قد يكون موجودا في شخصية النرجسي الخفي، ويمكن أن تؤثر هذه النقاط على سلوكياتهم وعلاقاتهم بشكل سلبي إذا لم يتم التعامل معها بشكل مناسب.